وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جددوا دعم بلدانهم للجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها ومساندة جهودها في مواجهة التحديات المحدقة بها. جاء ذلك في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون التي عقدت اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة. وفي هذا الصدد قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله إن الجمهورية اليمنية هي الجارة الأهم لدول مجلس التعاون، مؤكدا دعم دول الخليج لليمن في مواجهة التحديات التي تخوضها. وشدد الوزير العماني أن ضمان أمن اليمن مرتبط بأمن دول مجلس التعاون. من جانبه قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إن العلاقة بين اليمن والمملكة العربية السعودية ستبقى متميزة، مشيرا إلى أن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كان أول من احتج على تسلل مسلحين من العناصر التخريبية الحوثية إلى داخل الأراضي السعودية.